انا متراكم عليا شويه حبات كتير قوي، انا متراكم عليا، المفروض اعمل ايه؟ طيب المفروض تعمل ايه؟ المفروض ان انت ما تسالنيش اعمل ايه، لان المفروض حضرتك عارف ايه اللي متراكم عليك، والمفروض تحط له خطه تعرف تلمه بيها. وقصدي مش خطه هنا جدول زمني خالص، مش قصدي جدول، انا قصدي خطه. يعني انا واقع مني ايه؟ دايما مشكلتنا ان انت بتيجي تقول لي انا متراكم، ولا بتقول لي ايه المتراكم، ولا متراكم في ايه، ولا ايه سبب التراكم. هل هو سبب عدم فهم، يعني انت مش فاهم، ولا انت راكمت بسبب ان انت ما ذاكرتش؟ طب انت سمعت الدرس بس هو تراكم مذاكره، ولا اصلا ما سمعتوش اصلا؟ لان كل حاله من دي ليها تفاصيل، فانت اكتر واحد عارف. فانا بس بنصح كم نصيحه. النصيحه الاولى، حاول تخش الترم الثاني وانت حجم التراكمات اقل من دلوقتي. يعني لو تعرف تلغي التراكمات هو ده الحل المثالي. لو تعرف تخلي التراكمات اللي عليك 5%، عاش. 10%، عاش.